يا صباح الفل، صباح الهنا، صباح السعادة. عاملين ايه؟ وحشتوني. ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. يوم جديد وفيديو جديد وصباح جديد، وصباحكوا زي الفل، صباحكوا زي الهنا. صحية من النوم بقالي شوية، ما بفكرش غير في حاجة واحدة بس. انا عايزة اكل سندوتش جبنة مشطشط، والجبنة اللي جواه كمان تكون سايحة على التوستر، والخبزة مقرمشة. انا عندي جبنه مليانه شطه، مليانه شطه. اخد منها معلقه حلوه كده. بس بسخن التوستر، شغاله الكاسل، اعمل كوبايه شاي. يا سلام، سلم بقى يا جمال. شايفين قطع الشطه يا جماعه؟ مش حامل والله. فضلت خيركم، فضلت خير ربنا. شويه جبن كانت في الفريزر. ايه ده؟ انتوا مش شايفين؟ بصوا، بصوا حطيت جبنه قد ايه، ونقوم عاملينه كده. ونقوم حاطينه في التوستر، نقفل عليه. نروح نعمل كوباية شاي. بفتح الدرج، لقيت ايه؟ لقيت فنجان شاي جديد، فيلا بينا. بدور، عايزه اشرب في حاجه جديده ما شربتش فيها قبل كده. فبدور في الدرج وكده، لقيت لك العلبه الحلوه المسكره دي. يلا هغسله واشيل دي واغسله، ونعمل فيه الشاي النهارده. كوب جديد يعني نفسيه جديده معروفه. بسم الله. عملت الساندوتش. شايفين؟ بيقرمش، بيقرمش. يا ترى سايحة ولا لأ؟ يعني تمام، حلوة اهي. وحضرت كوباية الشاي، فنجان جديد. ربنا يجعله يوم جديد سعيد، حلو كده علينا كلنا يا رب. ميحصلش فيه أي حاجة تضايقنا ولا أي حاجة وحشة، اللهم آمين. صباحكم زي الفل. هروح أفطر، بعد كده نرجع إن شاء الله. يومنا النهاردة يبقى خفيف لطيف عليكم، ويبقى يوم كده ايه لذيذ، وتستمتعوا بالفيديو وانتوا بتتفرجوا. هروح افطر وارجع لكم. صباحكم زي الفل. عملت احلى فنجان قهوة. غسلت الفنجان وعملت فيه تاني قهوة عادي جدا، شاربة فيه شاي من شوية، وجه وقت القهوة. على فكرة يا بنات، هو مش صغير خالص. هو مش، ما هو مفيش حد بيشرب قهوة كتير قوي كده غيري. بس انا لما بفتح فنجان جديد او كوبايه جديده او اي حاجه جديده، لازم اشرب فيها شاي وقهوه مرتين ورا بعض. مش عارفه ليه، عاده كده. يا حلوه يا طعمه، الفانا على قلبي طبعا. عملت القهوه، ناخدها برضو. وطلعت لحمه تفك. هنعمل ايه باللحمه؟ انا مش عارفه. بس انا فتحت الفريزر، لقيت عندي لحمه، ولقيت عندي فراخ، ولقيت عندي بانيه. لا مش عايزه، مش قادره انضف الفراخ بصراحه. فقلت خلاص، طلعت كيس لحمه.
وهروح اكلم بقى ايه صلوح هو اللي يقول لنا هنطبخ ايه النهارده، وانا عارفه انه هيقول لي اي حاجه. في الاخر هنعمل اي حاجه. يلا بينا نروح نشرب القهوه ونعمل كام تليفون كده وارجع لكم بقى ايه كده يعني. يلا نقول بسم الله. اول حاجه اعملها هضغط اللحمه، هسلقها واطلع منها اكلتين. ليه بقى؟ عشان صالح قال لي انا عايز، هو اصلا ما كانش راضي باللحمه يا بنات، بس انا عايزه بقى ايه اكل لحمه. بصراحه نفسي اكل فته، بس ما كلناش فته في العيد، بس مش عايزه اكلها انا اللي اعملها، عايزه اكلها من ايد اختي. احط ورق لورا ده حبهان، مستكه، فلفل اسود. هي لسه فيها قطعه متلجه قلبي. ورق لورا وبيضه تاني، واحده كده. نجيب لها دلوقتي بصلايه هسلقها. هاخد نصها اعمل قلقاس والنص التاني هعمله كباب حله او لحمه ببصل يعني. وبحط ملح في الاخر لما تستوي. هي لسه مجمده من جوه، بس حته اللحمه ما شاء الله تبارك الله كبيره. شايفين؟ انا سايباها كبيره عشان ما تتهريش. بسم الله. ميه سخنه كده من الكتل، ويلا بينا نضغط اللحمه على طول. وانا مزوده الشوربه عشان انا عايزه شوربه. عايزه شوربه، حادثه بسيطه. عايزه شوربه عشان خاطر اعمل قلقاس. هعمل ليه انا قلقاس واعمل لصالح حتتين لحمه ببصله، وانا برضو حتتين لحمه بطبق قلقاس. نضغط اللحمه تلت ساعه على ما نشوف لنا اي مصلحه نعملها على ما اللحمه تخلص. بصوا بقى، المواعين دي كنت غسلاها معاكم في الروتين اللي فات ولسه ما شلتهاش، هروح اشيلها. وما عنديش مواعين جديده الحمد لله، غير شويه صغيرين كده، شويه صغننين، خليهم لبعد الغدا. يلا بينا نلم المواعين نعينها على ما اللحمه تتضغط، يعني نعمل اي مصلحه. يلا بينا. خلاص خلصت المواعين، عندها كلها. خليكوا هنجيلكوا دلوقتي. يلا بينا نكمل غدا. انا قلت بقى ايه على ما اللحمه تتضغط قدامها تلت ساعه، انا بسيبها تلت ساعه بعد ما اسمع صوت الصفاره. تمام. قطعت هنا 3 بصلات كده جوانح جوليان رفيعه خالص بمعلقه سمنه، وهحطها دلوقتي رشه سكر، وهسيبهم يتكرملوا على نار حلوه يعني اصغر عين. هسيبهم يتكرملوا براحتهم قوي عشان نعمل كباب الحله. هحط لهم دلوقتي رشه بسيطه من السكر، وكل شويه اديهم تقليبه على ما اللحمه تطلع. قفلت على اللحمه
دلوقتي عدى تلت ساعة من بعد الصفارة، قفلت عليها وهنا البصل لسه بيتكرمل اهو. هاخد بقى من اللحمة قطعتين، افتفتهم يعني ايه، اقطعهم هنا بس لما البصل يتكرمل خالص، لان اللحمة اوريدي استوت. فلما البصل يتكرمل خالص ناخد قطعتين لحمة هنا على البصل، يبقى عندنا ألذ لحمة بالبصل. وازود لها الملح بتاعها بقى، وارش لها رشة فلفل اسود تاني كده، اهيئها ولا احيقها مش عارفة، بس هي دي. جماعة جماعة، شوفوا لي حلاوة الشوربة وجمالها. هيطلع شوية قلقاس عنب. هنا اللحمة استوت اهي، بشيل بس الحاجات دي عشان اسقط. حلوة اسقط دي، واخدين بالكم. احط القلقاس بس بشيل منها بقى ايه، الكبابة الصيني والورق اللورا والمستكة والحبان والحركات والبركات. القلقاس من الفريزر للشوربة على طول، متستناهوشي، على طول تسقطيه في الشوربة. انا شلت اللحمة عشان ما تتهريش كده من الفريزر للشوربة. هعمل كيسين عشان يكفوني يومين، فاهمين؟ مش هضغطه، ربع ساعة وبيستوي بسرعة قوي. مش هضغطه بس هحط الغطا كده منظر. وهملح دلوقتي الشوربة. وايه كمان، اللهم صل على النبي، الكزبرة بتاعته بحطها في الاخر خالص، اخر غلوة، عشان ما بيبقى لونها جربان كده. خلاص حطيت القلقاس في الحلة، وهنا بعمل شوية رز ابيض صغيرين خالص لان صالح هياكل اللحمة بالعيش. بسم الله. هنا بقى يا بنات شفتوا اتحمرت ازاي. هفصفص دلوقتي قطعتين لحمة، بصلاية. اللحمة اصلا اتهرت، مش استوت، اتهرت. بس سخنة، اكيد سخنة مولعة. فصفصهم هنا كده واحط لهم رشة ملح ورشة فلفل اسود تاني ورشة حبهان بقى باودر، واديهم تقليبة. خلاص كده خلص معايا لحمة ببصلة. ودي لما يكون عندك لحمة مسلوقة، وانا كنت مضطرة اسلق اللحمة عشان خاطر عايزة شوربة، فهمتوا؟ اما لو وانا مش عايزة شوربة كان زماني من الاول عملت لحمة ببصلة عادي كده جدا، شوحت اللحمة والبصلة وكده يعني. هخلص بقى وارجع اوريكم. شوفولي حلاوة القلقاس، شوفولي حلاوة اللون الزيتي القمر بتاع الكزبرة، والقلقاسية مهرية مهرية. شفتوا؟ انا عارفة ان القلقاس بتاعي بيستوي بسرعة كده. خلاص القلقاس استوى، هغرفه. والرز كمان استوى، واللحمة كمان شوحتها بقى كلها مع بعضها استوت. يلا نغرف بقى. اكلك غامق ليه يا ست هاجر؟ خراش، لو صلاح شاف النقطة دي هيجيب لنا النقطة. بصوا دايبة دوب، دايبة دوب. وانا بموت في القلقاس، بعشقه يا بنات، وبحبه اخضر بالكزبرة. تحفة. في ناس بتعمله احمر. انا غرفت طبق على قدي، ودول بس شوية رز اللي انا عملتهم. لسه في قلقاس كتير طبعا، حبهان لمحتك. وده اللحمة بالبصلة والعصير والخبز، وبألف هنا وشفا على قلبنا. هو ده غدانا النهارده. نروح اتغدى وبعد كده نرجع نشطب بقى المطبخ سوا ان شاء الله. بصوا يا بنات، ده القلقاس اللي فاضل اللي كان في الحله الضغط، عينته لوحده لبكره ان شاء الله نعيشنا ونكلنا عمر، في علبه ازاز في التلاجة. ده بقيت اكلي، هغطيه وعينه بره. إيه، لو جعت هاكله، ما جعتش بسيبه لوحده. انا الاكل اللي بيتغرف ما برجعش احطه على الاكل النضيف، ايا كان مين اللي واكل. حتى لو انا اهو، هي ملهاش علاقة بقرف او حاجة، لا بس ليها علاقة، الاكل بيحمض. طيب ما انت ممكن تحطيه على بعضه وتغليه. بتقرف من الحركة دي ومش هاكل الاكل تاني. تمام، فانا بحط الاكل النضيف في علبة لوحده، والاكل اللي متاكل في علبة لوحده. جوعنا باكل الاول الاكل اللي متاكل، وان شاء الله ده هسيبه لبكره. فهمتوا على كده؟ لان انا مش بخلص اكلي مرة واحدة.
يعني الطبق اللي انا بغرفه ليا مش بخلصه مره واحده زي ما انتم شايفين. كلت غير معلقتين رز وقطعه لحمه صغيره وشويه قلقاس، لان انا كنت عامله قطعتين لحمه في القلقاس كله، قطعه هنا لبكره ان شاء الله والقطعه بتاعه النهارده. خلاص صالح كل اكله بالف هنا وشفا. ده هسيبه بره، هغطيه طبعا مش هسيبه كده، هاخد المعلقه ارميها في الحوض واغطي ده بستريتش راب، وده هدخله التلاجة. الرخامه نضفتها وزي الفل. هنا البوتاجاز عايز يتلمع تلميعه بسيطه، لميت كل المواعين في الحوض هناك اهي. هلمع الاول البوتاجاز وبعد كده اوريكم هنعمل ايه في الحوض. بصوا يا بنات، شطبت هنا الرخامه، شطبت البوتاجاز، ولمعت الجزء ده كمان. طبعا احنا عاملين مواعين من الصبح ودلوقتي وقت المواعين دي، فهروح اغسلها. واللي هيخليني اغسلها مع نفسي ايه بقى؟ انا هقول لكم، الجو حر وانا مش قادره البس، فيلا بينا نعمل الحركه اللولبيه بتاعتنا، نكون خلصنا المواعين. خلاص يا بنات، خلصت كل المواعين الحمد لله، ما كانوش كتير قوي. بوتاجاز زي الفل، الرخامه زي الفل، الارض كمان زي الفل، كل امورنا زي الفل. بس كده خلص الفيديو بتاعي، يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم وانا رضاكم. اشوفكم على خير، يوم جديد وفيديو جديد وروتين جديد. مع الف سلامه.